البارح فاش بدينا اللايف ديالنا، كان شوية البنات والدراري اللي دخلوا معايا تفاجئوا من الحاجة اللي قررت أنني نبدا ليهم بها. علاش؟ حيت كانوا كيعتقدوا باللي هذاك الشيء اللي بديت ليه بهم أنا البارح ما كان خصو يكون حتى لشهر 6، حتى لآخر أيام اللي كتبقى على الامتحان الجهوي، بينما أنا بديت به. أشنا هو؟ هو الامتحان الجهوي براسو. فهنايا غتجيكم شوية في شكل، غتقول علاش أول حصة الأستاذ غادي يحاول يبدا لينا بالامتحان الجهوي ويوريه لينا. أنا هاد الطريقة دائمًا كنت كنخدمها وكنستعملها من يلاه بديت كانوا عندي امتحانات إشهادية. دونك شنو هي هاد الطريقة هادي؟ هو أنه فاش يكون عندك شي امتحان معيّن، مثلًا امتحان تاع الجهوي أولا الوطني أو أي امتحان إشهادي، وحتى فاش كتطلع للتعليم العالي، فقبل ما تبدا كتقرا الدروس وتقرا الملخصات وداك الشي خصك تمشي تقرا الامتحان. أنا عارف بلي ما غاتفهم فيه والو ياك، ولكن الامتحان علاش خصك تقراه؟ لأنه كيوضح ليك في راسك الرؤية الشاملة على أنت شنو بغيتي تقرا، علاش خصك تركّز، هاد الناس شنو كيطلبوا منك. خصوصًا أنه الامتحانات كتحترم ما يسمى بالإطار المرجعي le cadre de référence. Qu'est-ce que c'est qu'un cadre de référence؟ الإطار المرجعي يا الأصدقاء والصديقات هو واحد مجموعة من التعليمات، ياك؟ ce sont des consignes اللي تيخص هذاك الإنسان اللي بيحط الامتحان كيما كان جهوي ولا وطني يحترمو. داكوغ؟ كيكون الوزارة عاطياه واحد الإطار مرجعي، كتقول ليه شوف عندك هذا الإطار، إلا بغيتي تحط الامتحان خصك تحط هادي وهادي وهادي وهادي، ما تخرجش على هاد الشي، ما تحط ليهمش شي حاجة من غير هاد الشي اللي عطيناك. وأنت فاش كتمشي كتقرا داك الإطار المرجعي من النهار الأول، كتكون ديجا عرفتي الامتحان كيفاش غادي يتحط، وكتكون عرفتي كيفاش شنو خصك تمشي توجد، وعلاش غادي خصك تركز. هاد الشي علاش أنا أول حصص كنبدا بهم مع التلاميذ ديالي هو أنني كنشوف ليهم الامتحان الجهوي، كنقول لهم شوف هاد الامتحان الجهوي ما غنخليوهش حنا حتى لآخر العام عاد نقول لك أجي نخدموه، لا، حنا غنشوفوه النهار الأول قبل ما نبداو، باش أشنو؟ منين حنا نبداو كنقراو المؤلفات ونقول لك دير هادي ودير هادي غتعرفني علاش تنقول لك ديرها، ملي نقول لك حفظ هادو غتقول لي أوكي غنحفظهم لأنه هذاك النهار وريتيني بلي كيتحطوا في الامتحان، إلا قلت لك راجع هادي غتعرف بلي غنقول لك علاش راجعها لأنه أنا عارف غتحطها في الامتحان إلى آخره. تري بيان. دونك دابا غنحاولوا نشوفوا الامتحان الجهوي ديالنا، داكوغ، باش نعرفوا شنو كيفاش كيحطوا وشنو مطلوب مننا نركزوا وعلاش خصنا نقراو هذاك الشيء كامل اللي غنقراو في هذاك العام كامل في الفرنسية. الامتحان الجهوي أول حاجة كنبداو بها هو كيعطيونا واحد النص بحال هكا، داكوغ، نص تيكون سوا، ركزوا معايا هنايا، هاد النص هذا تيكون سوا من واحد من المؤلفات اللي عندكم، داكوغ، سوا لا بوط à merveille سوا لو dernier jour d'un condamné سوا أنتيغون، ياك؟ سوا كيهزّوا لكم من كل مؤلف واحد الباراغراف. هاد الاحتمال التاني تاع أنه يخلطوا لكم المؤلفات تيكون قليل جدًا، قليل بزاف، لأنه اللي كيكون كتير هو أنه كيهزّوا لكم مؤلف مثلًا لا بواط à merveille ولا أنتيغون ولا لو dernier jour d'un condamné وكيهزّوا لكم منه un extrait بحال هكا فيه واحد 2، 3، 4 باراغراف وتيحطوه لكم تما، داكوغ؟ دونك أول حاجة نتفاهموا عليها تيكون un texte مزيان. تاني حاجة غنتفاهموا عليها بزاف د المرات كيحطّوا لكم ان تكست بحال هكا، ما فيه لا عنوان لا منين تهز لا والو. ها أنتم إلا شفتوا دابا هاد التكست هذا راه ما فيه والو، هذا راه تاع 2017 في جهة مراكش آسفي، ما حطّوا فيه لا عنوان لا منين تهز لا والو. ça veut dire كنت خصك تقرا النص وتعرفوا اش من أوفراج كاين، واضح؟ مزيان. دابا غندوزو للأسئلة، مزيان، دابا ركزوا معايا الله يخليكم. اللي غادي نقول لكم هو أنه هاد الأسئلة غادي نقسموهم ل4 أنواع. الامتحان الجهوي كيحطّوا فيه الأسئلة 4 ديال أنواع الأسئلة اللي خصنا نعرفوهم ونحفظوهم مزيان باش ندربوا عليهم طيلة السنة، واضح؟ يالّا ندوزو للأسئلة.